ده كده تكمله للجزء الاولاني اللي انا كنت عامله، بتكلم فيه عن الاهلي والهبل اللي بيعملوه، واشمعنى هم بيعملوا كده كل ده، ومع ان ماتش سموحه كان ليهم برضه ضربه جزاء مع حد خلاص، حتى يعني غلطه هنسميها غلطه مش حاجه مقصوده وخلاص، والدنيا عدت. محدش بقى قال لك ندفع نسمع الاخبار ونسمع الفار بيقول ايه والهبل والعبث اللي احنا فيه ده، ويروحوا بالعافيه الاتحاد بالشوط هم عاوزينها عشان هم النادي الاهلي، واي كلام واي هكس. طب تعالى بقى ايه الناس بقى ايه كل ده بيتعمل طبعا من سيدهم وذكراسهم سيد عبد الحفيظ. طب يا عم سيد بقى، انت ليه ما تقولهمش يا عم سيد ان انت اللي جبت كاموش؟ مش انت اللي ان الناس قاعده تطبل لك، وباين فايق قاعد يطبل لك في يناير، قعدوا لك بس بقى خلاص دلوقتي بقت رسمي، صدق البعبع العو رجع وهيجيب صفقات وهيجي ويمسك الكوره وهيعمل وهيسوي وهيسوي الهوايل. واول ما بدا يعمل صفقات يا لهوي على الصفقات، اوه يا لهوي على الصفقات، اوه كامش اوه. وجابوا الجزار اللي هو غتتي ما لعبش، عادة ما لعبش في الجزار، انا اصلا ما شفتوش عشان ايه احكم عليه. بس الراجل حتى ما لعبش نص ساعه، فاضل اربع ماتشات، ان الاهلي فاضل له اربع ماتشات، ودفع في واحد 60 مليون جنيه. وكمان مطلع معاه لعيب اعاره، كان جايبه السنه اللي فاتت برضه ب 60 مليون، يعني 120 مليون، 120 مليون، وجايبين واحد ما لعبش ربع ساعه، ما لعبش دقيقه اصلا، ما لعبش اصلا هو ما لعبش. ف كل ده ما جاي مين؟ ما الواد سيد، انا هسميه يعني بعدين هبقول لكم هو عامل زي ايه بالظبط يعني. فسيد اللي جاب كاموش، سيد اللي جاب الجزار، السيد المؤدب اللي اخلاقه عاليه جدا جدا اللي كلنا شفناه في الكاميرا، اول ما الحكم ابو الوفا عمل قال لك خلاص مش ضربة جزاء، قعد في ربع ساعه بيشتمه بامه يا كذا يا كذا يا كذا بالام. المفروض طبعا الحكم يعفى عليه ايه، سب قضيه سب وقذف بالام، دي باينه مش شفايف. فين بقى اخلاق سيد، اخلاق كابتن سيد؟ وايه الزبيبه دي يا عم؟ انت ايه يا عم؟ انت معور نفسك ولا ايه؟ فادي اللي احنا عايشينه والقرف اللي احنا عايشينه في العبث الرياضي اللي في مصر. وان النادي الاهلي عشان بدل ما يشوف خيبته واللعيبه اوضه اللبس اللي هي قاعد يقول لك في اول الموسم اوضه اللبس مش بايظه، اوضه اللبس جميله، اوضه اللبس كيوت، الناس محترمه، مفيش ابيض يا ولد، ابيض ابيض مفيش، كل حاجه زفت. ففين بقى يا باشا؟ فانت يا كابتن سيد بدل ما، او يا كنادي اهلي، بدل ما ده خيبتكم وبدل ما تشوفوا خيبتكم فين، رايحين عاملين تستقوى على الحكم ابو الوفا والشيمه بالاب وبالام والتحريض. وكابتن سيد يجي يقول له بركز في الوش ده عشان مش هتشوف الوش ده تاني، ومش هتحكم النادي الاهلي تاني. انت مين يا ابني عشان تقول كده يا ابني؟ استغفر الله العظيم يا رب. بس طبعا ما هو انت يا ابني لو كنت شغال في نادي تاني انت لا يمكن كنت تجرؤ كده، بس انت عشان شغال مع النادي الاهلي وعارف ان وراك جيم وشغل اللجان والشغل القرف والوساخه اللي احنا فيه ده، فانت بتتكلم بقلب عشان عارف اللي هيجي عليك هيقع في بيتهم. فحاجه تقرف والله العظيم. انا اتمنى ان سيد عبد الحفيظ واشكاله دي اللي بتعمل فتن تقعد في البيت، ده اول حاجه. وبعدين كانت تتحاسب يا عم، حتى مش تتحاسب حاجه بينهم وبين بعض بقى، هو بيشتغلهم وبيقعد كل شويه يجيب صفقات جديده، والمطبلاتيه بتوعه يقعدوا يطبلوا له، زي ابراهيم فايق وامير هشام وشبانه. الناس دي بقى حتى طالعه لما الحكم غلط بتاع النادي الاهلي طلعوا فشخوا الحكم، يعني النادي اساسا المفروض انها شغاله في قنوات محايده، شغاله في قنوات محايده، يعني المفروض ايه لما حد يغلط بيعملوا سبوت هنا وهنا. لكن لا، بيغلط على نادي اهلي نطلع نفشخه ونفشخ امه. طب انت ليه ما عملتش نفس الكلام ده بقى، نفس الكلام ده ونفس اللي مش عارف ايه، ويلا نشوف ونسمع الفار ونسمع مش عارف ايه، ونشوف ابو الوفا قال ايه، ونشوف وائل فرحان قال ايه، ونشوف الحكم محمود ناجي قال ايه. طب ليه ما عملتش نفس الكلام ده كله زي ما انت بتطالبه وعملته مع ابو الوفا ومحمود عاشور؟ عايزين نسمع بقى ايه اسمه ايه ده، محمود ناجي كان بيقول ايه المحادثه ما بين محمود ناجي وما بين وائل فرحان في الفار ده. زي ما انت عاوز تسمع اللي ليك اسمع عوض اللي عليك، وازاي ضربة جزاء اللي اسمها ما اتحسبتش. بس لا، طبعا حاجه على النادي الاهلي مش هنقولها، لكن حاجه النادي الاهلي ده احنا نكبرها ونكبرها ونكبرها، مع ان النادي الاهلي اساسا 90% من الناس قالت لك مش ضربة جزاء، وحتى ضربة جزاء ما ينفعش يحصل كده. وسبحان الله ده نفس الحكم اللي حكم ماتش الدور الاولاني، وبرده كان سيراميكا ليهم ضربة جزاء 10 100% اللي هو بالوفا وما حسبهاش، بس كان عادي. طبعا خلاص في خدمه النادي الاهلي عادي. لكن حاجه تضر في النادي الاهلي لا مش عادي، ونفشخ امه ونفشخ اي حد ونعمل له ايه، ونعمل له عبره فقرف. فلازم اللي زي سيد عبد الحفيظ ده والاعلام ده الفاسد ده، الاعلام ان هو مش محايد، والناس دي الناس تقعد في بيتها ونجيب ناس محايده. لما تبقى شغال في قناه النادي الاهلي يا عم اطلع قول وكده، بس برضه بادب، بس اطلع هاجم وطبل لفرقتك، حاجه طبيعيه. لكن لما تبقى انت في قناه محايده زي امين هشام ومحمود شبانه وابراهيم فايق، المفروض دي قنوات محايده مش قنوات النادي الاهلي. وما تطلعش تهاجم الحكم وتشتم فيه وي وي وي. ايه القرف ده؟ والنهارده انت جيتوا على الحكم، ربنا هيبعت القرف منكم بعد كده ويجوا عليكم.
زي ما انتوا بتيجوا على لقمه عيشه عشان هو بيشوف اكل عيشه. وحتى زي ما قلت لو هو كان غلط في وقت، او يعني غلط في قرار مش مقصود، عادي نلاقي النادي الاهلي واخد السنه دي 15 نقطه بسبب الهبل ده. وبعدين واحد زي وائل فرحان ده على طول ده ملاك النادي الاهلي. الراجل ده حكم النهارده السنه دي 7 ماتشات النادي الاهلي كلهم فيهم بلاوي سودا، كلهم كانوا كان النادي الاهلي عليه ضربات جزاء ما اتحسبوش. فايه القرف ده؟ عندك برضه عندك بقى وفي ماتشات الزمالك حكم تقريبا ماتشين او ثلاثه لماتش الزمالك، الزمالك كان ليه ضربات جزاء ما حسبهمش. فوائل فرحان ده انا ما اعرفش، ده بقى فعلا لازم يتحاسب. اصلا مش صدفه، مش مره ولا اتنين، ده مره واثنين وثلاثه وعشرة. فاللي زي ده اهلاوي صرف ولازم يتحاسب. ان اللي زي ده ما بيشتغلش بضميره، ولا بيشتغل بمبدأ معين، ده بيشتغل باللون التيشيرت اللي هو بيشجعه. فالواحد قرف من الناس دي. فبدأ بقى ما انت يا سيد عبد الحفيظ عمال تاخد الجمهور بتاعك البيت بيه في اتجاه معين. لا، شوف خيبتك وشوف الصفقات الفاشله انت جبتها. وروح شوف الحكم انت شتمت بامه 20 مره ولا 10 مرات، شتيمه باللفظ يعني عامل لي فيها شيخ. ف وزي ما انت عاوز تحقق في ماتش سيراميكا اللي خلص واتلعب بعديه ماتش، احنا كمان نحقق في ماتش اهلي وسموحه، وازاي ضربه الجزاء ما اتحسبتش. وبعدين انت اي اقصى حاجه هتسمعها في الفار يعني. هتسمع مثلا محمود عاشور مثلا بيقول لي مثلا لابو رافا مثلا دي مش ضربه جزاء، فالطبيعي ده يعني ده اللي هتسمعه. هو راجل جابه عشان هو شايف ان دي ضربه جزاء، فبيقول له تمام دي ضربه جزاء. لا التاني بيقول له طب هاتلي من زاويه كذا، وعادي بياخدوا مع بعض. وفي الاخر الراجل ما اقتنعش عشان هو شايف ان في زاويه معينه بتقول انها مش ضربه جزاء، وكمان الناس اجمعت على كده فخلاص. لكن انت مثلا هتلاقي مثلا بيقول ايه مثلا في الفار، مثلا بيقول له مثلا انا راجل زملكاوي وما بحبش النادي الاهلي فمش هحسبها. يعني انا ما اعرفش انت متوقع ايه، تشوف ايه تسمع ايه في الفار يعني. وبعد ما تسمع في الفار هتعمل ايه يعني؟ ولا حاجه. بس هو ايه، يلا ايه ناخدهم في حته تاني وايه عشان اداي خيبتي كسيد عبد الحفيظ من الصفقات الفاشله. والله العظيم حاجه تقرف. اتمنى بس ان شاء الله باذن الله بقى الاتحاد يحاسب الناس دي ويبقى في عدل يا جماعه. اتمنى يبقى في عدل عشان الدنيا تمشي. ما ينفعش النادي الاهلي كده كل سنه ياخد البطوله عافيه وبتغيير لوائح. ولو حصل تغيير لوائح في عقوبه الشناوي، لازم كل الانديه تاخد اكشن في الموضوع ده. ولازم الرابطه دي تروح في داهيه ساعتها. فاتمنى بقى ده يحصل، وان شاء الله اللي جاي كله خير على نادي الزمالك. ان الزمالك ان شاء الله داخل، احنا لسه ما خدناش ولا بطوله، عايزين نركز في الدوري. الزمالك ان شاء الله لو كسب ماتش بيراميدز اللي جاي وانبي خلاص بنسبه 90% اخذ الدوري. لو كسب الزمالك، لو الزمالك كسب بيراميدز وكسب انبي وكسب الاهلي، يا باشا الدوري خلاص كده 100% عقبه ان شاء الله. والحمد لله ان ماتش الاهلي اللي جاي مع بيراميدز بحكم اجنبي، والحمد لله ماتش معانا احنا مع الاهلي بحكم اجنبي. فعشان ايه يبقى الدنيا كده واضحه وضوح الشمس ان شاء الله. وان شاء الله الزمالك ياخد الدوري، وان شاء الله الزمالك ياخد الكونفدراليه باذن الله ان شاء الله. اشوفكم على خير بقى ودعواتكم يا جماعه. يلا سلام.